فيلمنا بيبدأ مع توم طالب بسيط معجب بصديقته لوسي من زمان، ولكنه ما بيقدرش انه يصارحها بحبه، وبتقابله وبتطلب منه انه يساعدها في مذاكرة مادة معينة، وبيقول لها انه هيعدي عليها بالليل عشان يشرح لها. وبيجي الليل وبيروح توم لبيت لوسي، لكنه بيلاقي باب الشقة مفتوح، ولما بيدخل بيلاقي اخوها واقع على الارض وفي عصابة موجودة في الشقة. بيحاول توم انه يهرب منهم فبيطردوه، وبيقدر انه يتصل بالشرطة من الموبايل بتاعه وهو بيجري منهم، ولكن في واحد منهم بيضربه بالمسدس، بتيجي الرصاصة في الموبايل وبينفجر وهو على ودانه، وبيدخل اجزاء من الموبايل في دماغه. بعدها بيدخل توم في غيبوبة لمدة 10 ايام، وبعد ما يفوق من المستشفى وتطمن على حالته بيكتبوا له على خروجه بيروحوا لبيته، وبينزل يجيب ورده علشان يزور لوسي، وبيلاقي نفسه قادر يسمع واحده بتتكلم في التليفون، وبيسمع كمان الشخص اللي هي بتكلمه بكل وضوح، لكنه ما بيشغلش باله وبيكمل طريقه. بيروح يزور لوسي وبيطمن عليها، ولما بيرجع من عندها بيبدا يحس بدوخه، وبيشوف اضواء واشعه غريبه جدا بتخرج من اي جهاز الكتروني جنبه. بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل، وبيدخل اوضته بيبص من الشباك بيلاقي الاضواء دي مغطيه كل المدينه. ساعتها بيغمى عليه وبيتخيل ان صديقه يوجين كان موجود وقت اقتحام الشقه، وبيصحى تاني يوم بيقرر انه يروح المدرسه عشان عنده امتحان. وبيوصل توم للمدرسه وبيبدا الامتحان، وبيستوعب القدره الغريبه اللي بقت عنده، وبيركز في كل جهاز حواليه. بيلاقي انه يقدر يدخل جوه اي جهاز ويشوف اللي فيه، ومنهم فيديو يوجين وهو بيصور اقتحامه لشقه لوسي هو واصحابه. وبيبدا توم انه يفهم القدره اللي عنده. بعدها بيروح بالليل لحفله خاصه مع صاحبه داني، وبيقدر انه يحدد كل اللي كانوا موجودين في شقه لوسي من خلال الفيديو اللي شافه من موبايل يوجين، ومنهم كاس وهاز. وبيقرر انه يراقب يوجين ويخترق موبايله وياخد كل اللي عليه. وبيبدا توم انه يبعت رسائل تهديد على موبايل يوجين، وبتبدا كمان قدرته في التطور. وبيروح تاني يوم للمدرسه وبيكون عنده اجتماع للطلبه، وبيقدر توم انه يعرض فيديو الكاس وهو في بيته على شاشه العرض اللي في المدرسه. وبيبدا كل الطلبه يضحكوا على كاس لحد ما يمشي من الاجتماع وهم مش عارفين يقفلوا الفيديو، وده لان توم بيكون متحكم في الجهاز. بعدها بيروح توم يحكي لوسي اللي حصل عشان يخرجها من حالات الاكتئاب اللي هي فيها، وبيقول لها انه ما يعرفش مين اللي عمل كده، وعرض فيديو كاس قدام الكل بالطريقه دي. ساعتها بتطلع لوسي موبايلها وبتكلم الرقم المجهول، وبتساله ان كان كل اللي حصل ده هو اللي كان وراه. وبيكتب لها وبيسالها عن سبب هجوم العصابه عليها. قالت له ان اخوها رفض الانضمام لعصابتهم، وقرروا انهم ينتقموا منه ومن اهله. وبتساله عن اسمه، قال لها ان اسمه اي بوي. وبتروح العصابه علشان تسرق عربيه، وبيقرروا يفتحوها. واول ما يركبوا العربيه بيلاقوا ان ابوابها اتقفلت عليهم واتحبسوا جواها، والعربيه بتدور وصوت الموتور بيعلى جدا لدرجه ان الدخان بيدخل لهم من خلال فتحه التكييف. وصوت غريب طلع من الراديو بيسالهم مين اللي امرهم انهم يهجموا على شقه لوسي. والدخان بيزيد جامد لدرجه ان الموتور اتحرق. ساعتها بيترعب كاس وبيقول له ان الرئيس هو اللي طلب مننا كده، وان اسمه كادز. فبيسمح لهم توم انهم يخرجوا بره العربيه، وده طبعا بعد ما اخد منهم كل اللي هو عاوزه. وبيفضل توم يدور على كل اللي اسمهم كادز لحد ما بيوصل لرئيس العصابه وبيحدد شقته. وبيقدر يخلي كادز واللي معاه ينزلوا من شقته عن طريق انه بيعرض على التلفزيون اللي قدام كادز حد بيفتح عربيته وبيبوظها. فبينزل جري على العربيه وبيطلع توم على الشقه، وبيتسلى بتخريبها كده وتفجير كل الاجهزه الالكترونيه اللي موجوده حواليه، لكنه ما بيقدرش يفجر السماعات، وده لانه بيعرف انه مخبأ سري ومخبي المخدرات بتاعته جواها. ولما بيطلع كادز شقته بيلاقيها متدمره وبضاعته اختفت. وبيقرر توم انه ينتقم من العصابه بطريقته، وبيوزع المخدرات اللي اخدها من شقه كادز في شقق العصابه. وبعدين بيبلغ الشرطه عنهم، وبيتم القبض على كل افراد العصابه. وبينتشر اخبار عن اي بوي في كل المدينه، والحساب البنكي بتاع كادز بيفضل من الفلوس اللي فيه. وكمان بيتقبض على يوجين. وبيكلم كادز رئيسه اللي هو اسمه المان، وبيقول انه مش هيسمح باي خطر يحصل له، وان كل العصابه دخلت السجن ولازم الامور تتصلح، والا هيتم التخلص من كادز كمان. وبيكون توم سامع كل المكالمه، لكنه ما بيقدرش يوصل لالمان ده. وبيحاول كادز انه يجمع عصابه جديده بدل اللي اتسجنت، لكنه بيشك في كاز لانه الوحيد اللي ما اتقبضش عليه من وسط اصحابه. وبيجي تاني يوم وبيرجع توم من المدرسه بيلاقي ان جدته قاعده مع الشرطه، وبتبلغ عن مجموعه شباب اقتحموا شقتها واخدوا كل الموبايلات والاجهزه اللي موجوده فيها. وبيحاول توم انه يسمع حد من العصابه بيتكلم مع المان لحد ما بيسمع في المكالمه ان في تسليم شحنه بالليل. ولما بيجي الليل بيتحرك توم وبيراقب عربيه كادز، وبتحاول جدته انها تمنعه من النزول، لكنه بيصمم وبيسيبها وينزل. ساعتها جدته بتنزل لصاحبه داني وبتقول له ان توم بقى بيتصرف بشكل غريب جدا، وتبقى شكل الليل لو اخد باله منه. وبيكمل توم مطاردة كادز عن طريق تتبع موبايله لحد ما كادز بيرمي موبايله في الشارع، لكن توم بيكتشف انه يقدر يتحكم في كاميرات المراقبه الخاصه بالشرطه، وبيقدر يتبع عربيه كادز لحد ما بيوصل لمكان التسليم. وبيقدر كمان انه يتعلم اساليب القتال البسيطه علشان يقدر يضرب واحد من العصابه، وبيوصل للبضاعه ويولع فيها. ولكن كادز بيكون عامل له كمين وبينزل فيه ضرب هو وكل العصابه. في وسط الضرب توم بيقدر يشغل صوت مزعج جدا بيشتتهم وبيبعدهم عنه لحد ما قدر يجري منهم، بس بيدوخ ويقع. ولما بيصحى تاني يوم بيكون فوت امتحان المدرسه اللي وعد لوسي
لوسي انه يحضروا معاها، وبيرجع لها وبيحاول يعتذر لها، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا كاز مشنوق في وسط العماير. وبتيجي الشرطه وبتحقق في القضيه، وبيحمل توم نفسه ذنب موت كاز. بيروح للدكتور بتاعه وبيطلب منه انه يخرج باقي اجزاء الموبايل من دماغه باي شكل، لكن الدكتور بيقول له ان الاجزاء في اماكن عميقه جدا من الدماغ، وان مفيش طريقه امنه لخروج الاجزاء دي، وبيقول له انه مش بايده اي حاجه يساعده بيها. وبيرجع البيت وبيدخل ينام، لكنه بيسمع صوت بره في الشقه، وبيلاقي ان في مسدس موجه لراسه، والمان وكادز موجودين عنده، وبيقولوا انه سمعوا عنه كتير وانه بيقدر يقتحم اي حساب بنكي بسهوله، وبيقدر كمان يتنصت على المكالمات باستخدام عقله بس، وده اللي خلاه يجيله، وانه عاوز يشتغل معاه ويساعده في تجارته. لكن توم بيرفض انه يساعده، وبيضربه المان وبيقول له انه صرف مبالغ كبيره جدا عشان يطلع رجالته اللي من السجن، وان توم دلوقتي مديون له وعاوز يحول فلوس في حسابه. والاهم انه يسال نفسه فين لوسي دلوقتي. وبيشوف توم فعلا في عقله انهم خاطفين لوسي، لكنه بيخلي الموبايل اللي عند لوسي يتصل بالشرطه ويرشدهم لمكانها. وبتيجي الشرطه للمخزن اللي مخطوفه فيه لوسي، لكن العصابه بتستخبى لحد ما الشرطه تمشي، لكن يوجين بيوقع المسدس بتاعه وبتاخد لوسي وبتهددهم بيه وبتحبسهم في اوضه وبتخرج. لكنها بتقابل المان وهي خارجه، بياخد المسدس منها وبيحاول توم انه يدافع عن لوسي، لكنه بيتضرب. ساعتها بيتعصب عليهم وبيفجر الموبايلات بتاعتهم وبيهرب من العصابه، لكن المان بيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه لحد ما لوسي بتهدد المان بالمسدس، وساعتها بتضربه برصاص في دراعه كمحاوله يعني للدفاع عن توم. وبيفوق توم من المستشفى جنب جدته وبيطلع منها بعد ما يستعيد طاقته، وبيروح يقابل حبيبته لوسي اللي قدر انه ينتقم لها من العصابه اللي هجمت عليها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو للقناه وتكتب لي رايك في كومنت. اشوفكم على خير.